تشورو بلا بيض وبلا زبدة وبلا حليب. كيجي مقرمش من برا وكيجي خفيف من الداخل وكيتصايب بسرعة. نمشيو للمقادير ديالو والطريقة ديال التحضير. غادي نحتاجو هنايا 2 الكيسان ديال الماء، الماء اللي يكون عادي من الروبيني. غادي نديروه في كاسرونة، من بعد غادي نضيف معاه 2 الملاعق كبار ديال الزيت، وغادي نضيف معاه كذلك 2 الملاعق كبار ديال السكر ونص معلقة صغيرة ديال الملحة. غادي نخلطو الخليط كله على البارد ومن بعد غادي نديروه من فوق البوطه. الا بغيتو تضيفوا واحد السكر فاني باش يعطيكم مذاق زوين ممكن تضيفوه. هنايا من بعد ما الماء بدا كيغلى لينا غادي نضيف له 2 الكيسان ديال الدقيق. بالنسبه للعبار ديال الدقيق، نفس الكاس اللي غادي تعبروا به الماء غادي تعبروا به الدقيق. صافي غادي نبدا كنجمع العجينه مع الماء بهذا الشكل هذا بملعقه خشبيه. غادي نبداو كنجمعوها مزيان حتى نشوفوا الماء ما بقاش لينا في الكاسرونه نهائيا، ومن بعد غادي نطفيو على البوطة. صافي هنايا من بعد ما بقاش لينا الماء نهائيا في الكاسرونه، غادي ناخدو العجينه نحطوها فوق سطح العمل وهي سخونه. في الاول غادي نبداو كنلموها غير بملعقه خشبيه بهذا الشكل هذا، نبداو كان بحال اللي كنعجنوا فيها. غير نشوفوها بردت غادي نكملوا اللمان ديالها بيدينا. انا هنايا تقطع ليا الفيديو اللي كنت كنلم العجينه بيدي حتى غادي نحصلوا على واحد العجينه اللي غادي تكون رطبه وزوينه بهذا الشكل هذا كما كتشوفوها. هنايا غادي نجيبوا البوق ولا لابوشط اللي كان عندكم موجود. غادي نديرو تشورو بهذا الشكل هذا. انا حاولت انني نديرو طويل. من كندير تشورو طويل كنحاول نجبدو واحد شويه باش ما يجيش غليظ من الداخل. كنخليو تشورو كيرتاح من 10 دقائق حتى لربع ساعه. هذه ضروريه انكم تخليو التشورو ديالكم يرتاح باش كيجيكم زوين. صافي هنايا غادي نشعلو على النار اللي غادي تكون مهيله. انا كنأكد على النار تكون مهيله، والزيت ما غاديش تكون سخونه، حيت الا كانت الزيت سخونه غير غادي تحطوا التشورو ديالكم فهو غادي يتحرق. الزيت غادي تكون شويه بارده، تكون غير دافيه وصافي والنار مهيله. غادي نحطو التشورو ونبداو كنقلبو فيه بهذا الشكل هذا. هو كياخد لينا شويه ديال الوقت في الطياب ولكن ماشي مشكل، كيجي طايب من الداخل ومقرمش من برا بهذا الشكل هذا. هنايا كياخد لينا اللون الذهبي، خليوه يذهب مزيان. كنجيبو شويه ديال السكر اللي كنديرو فيه التشورو ديالنا بهذا الشكل هذا، وراه كما كتسمعوا الحس ديالو راه كيجي مقرمش وكيجي لذيذ بزاف. حاولوا تجربوا هاد الطريقه اللي قلت لكم وجربوا النصائح اللي قلت لكم، انا متاكده غادي يجيكم التشورو ديالكم زوين. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم. كنتمنى يعجبكم الفيديو. ما تنساوش ديروا لايك للفيديو. اللي مازال ما مشتركينش في القناه اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس باش توصلوا باي جديد. وهذه هي الوصفه ديالنا ديال اليوم. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم. نتلاقاو في وصفه جايه ان شاء الله. بسلامه عليكم.